مع الكابتن احمد خلص المدير الفني لنادي فاركو. اهلا بك في كرة بلدنا يا كابتن. اهلا بيك اهلا بيك. بعد التعادل والخساره مقدما 2-0، راي حضرتك في هذا؟ والله هقول لحضرتك ايه، انت حضرتك اتفرجت على الماتش، الولاد كانوا بيأدوا في احسن اداء. الجون الاولاني يعني احنا في عز ما احنا مضيعين جوان ترتد علينا، الراجل بيعمل اوفر تضرب في بطن العرضه وتخش. الولاد بيكملوا نفس الاداء الهجومي، مش عايزه تخش. بالشوط الثاني بنفس الاداء، الكره غلطه برضه تخش 2-0 فيصعبوا علينا الموضوع اكتر. انما الحمد لله الولاد على نفس الاداء الجيد وما حصل لهمش هبوط في الروح المعنويه وادوا بنفس الاداء. ربنا اكرمهم انهم ادركوا التعادل وكانوا اقرب انه يجيبوا الثالث، انما الحمد لله على اي حال. رغم التعادل ما زال فاركو على القمه ب 25 نقطه. استمرار الوضع اتمنى الفوز في المباريات القادمه. طبعا كل مدى طبعا العمليه بتصعب، وطبعا زي ما قلت لحضرتك ان الوصول للقمه بيبقى صعب، انما الاصعب منها ان انت تحافظ عليها. فدلوقتي لازم يعرفوا الاولاد ان هو كل مباراه بطوله لوحدها، بطوله قائمه بذاتها. لو هم عايزين يحتفظوا بالقمه لنهايه الدور الثاني لازم يعتبر ان كل مباراه بيلعبها هي مباراه كاس، لازم يستحوذ 3 بونت عشان في المحصله في النهايه يبقى الصعود للدوري الممتاز بيه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن. شكرا يا كابتن، شرفتنا.